اتجمع بر الوالدين مع جبر الخواطر والنتيجة بقت مبهرة. شاب عنده 30 سنة وأبوه 85. أبوه تعب وداه المستشفى، الدكاترة قالوا تعبان جدا ولازم يتحجز. الشاب مرضيش أبدا يسيب باباه وجاب سجادة فرشها في الأرض تحت سرير باباه عشان لو باباه احتاج أي حاجة يكون جنبه. شوية وجي راجل كبير معاهم في نفس الأوضة، كان لوحده مش معاه حد. الشاب قال أنا هراعيهم هما الاتنين وأشوف طلباتهم عشان أكبر بخاطر الراجل الكبير اللي قاعد لوحده. باباه جه تعب وتوفى. خلص العزا بتاع باباه، رجع على المستشفى تاني، قعد مع الراجل الكبير لغاية ما اتحسن والحمد لله خرج، وكان طول الوقت بيكلمه يطمن عليه. بعد فترة جاله تليفون بيرد لها أولاد الراجل عاوزين يقابلوه. قالوا له احنا ابونا حكالنا على اللي انت عملته معاه في المستشفى وهو توفى وكتب لك العمارة دي باسمك، واحنا عندنا عماير كتير والعمارة دي فيها 4 شقق ومحلين في الدور الارضي.